السلام عليكم. صلي على الحبيب وخليك من ربك قريب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البرجة صح؟ تمام. اليوم عندنا آية وعندنا قصة واقعية. تخيلوا، آية وقصة واقعية، طبعا زي الفيديو اللي فات، بس إن شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد أكثر، لأنه هذا الفيديو أو القصة هذه بالذات بتعطيك أمل، عارفين؟ بتعطيك كده روح معنوية عالية، بس اسمع وركز فيها. في آية في القرآن إيش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. صدق الله. نبغى بس دي، تمام؟ هذه معناها إنه الله سبحانه وتعالى، تمام، خلق الإنسان وهو أقرب له من أي شيء، وعالم بكل شيء فيه، يعني عالم حتى بالوسواس السيء اللي بيجيك، وعالم انه في شيء سيء جواك بيتكلم انك تروح تعمل اعمال سيئه وانت من جواك انت نفسك رافضها. ربنا عالم بكل شيء. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ملائكه الرحمن قريبه الله، إن هم جنود الله قريبين منك أكثر من الوريد. تمام؟ هذه الآية طبعا هذا تفسير بسيط على حسب إمكانياتي أنا، فلو تبغوا تفسير أكثر حتلاقوه في الإنترنت موجود. تمام، تعالوا نيجي للقصة اللي فيها الآية هذه. طبعا قبل القصة أحب أذكركم بشيء، إنه سبحان الله أنت لو تعلقت بالله سبحانه وتعالى، تمام، وعلقت كل أمانيك وآمالك بالله سبحانه وتعالى، والله ثم والله ثم والله راح تتحقق، فعليا راح تتحقق. طيب خليني أقول لكم القصة. والله أنا قبل ما أقولها أقسم بالله أنا القصة من وقت ما قريتها وأنا حاسس كده، يعني تجديد الأمل، بتجديد الحياة، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، إنه زادت الثقة، زادت. إيش القصة بتقول؟ في من طبعا هو مو حابب إنه يذكر اسمه الشخص هذا، بس شاب ما هو متزوج وعايش مع عائلته وأهله. شاب كل أبواب الدنيا قفلت بوجهه حسب تفكيره هو، إحنا ما نعرف إيش مدى بحثه، لكن حسب تفكيره هو إنه كل أبواب الدنيا قفلت في وجهه. ما هو لاقي وظيفة، ما هو لاقي مساء يقدر يعني يعيش فيه، ما هو لاقي عروسة، ما هو لاقي أي شيء. كان دائما يدعي في صلاته إنه يا الله أرزقني، يا الله أعطيني، يا الله اجعلني من الأغنياء، يا الله اجعلني من المشاهير، يا الله اجعلني من ما أعرف مين. بيدعي أدعية كثيرة يعني من كثر الأدعية اللي بيدعيها بيقول أنا كنت أنسى إيش دعيت، بس لما بيتحقق لي إن أنا دعيت بفتكر إني أنا دعيت. هنا الفكرة. هذا الشاب جلس بعد تخرجه من الجامعة حسب ما يقال أو ما حسب كلامه هو 3 سنين عاطل، لا يعمل شيء، ما في غير ينام يصحى يروح يجي ياخذ فلوس من أهله طبعا الناس على قد حالهم بس مجبرين يعني يصرفوا عليه. دور وظيفة هنا، يقول اشتغلت في سوبر ماركت فترة وتركت، بعدين رحت اشتغلت في محل ملابس فترة وتركت، بعدين رحت اشتغلت في مطعم واشتغلت في كافيه وفترة وتركت. بيقول ما بتوفق في أي وظيفة، ما بتوفق. أنا مش إنه هو رافض، لا، بيصير له مشاكل، بتصير له أشياء يخرج من هذه الوظيفة. ألين
ما جاء في يوم، شوفوا تدابير الله، تمام، تدابير الله. جاء في يوم الشخص هذا صار من المشاهير، تمام، وصار غني، تمام، وصار إنسان، يعني إيش أقول لكم، محبوب 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 من فئة كبيرة من المجتمع. وطبعا انتوا تعرفوه وانا اعرفه وكلنا نعرفه، محبوب جدا محبوب، يعني لدرجة انه الانسان هذا الان عنده اموال، حسب كلامه انا عندي الان اموال لا تعد ولا تحصى، والان انا بفكر في الزواج حاليا، بفكر اني انا اشتريت بيت لاهلي وسددت ديون اهلي وسددت ديوني، والان انا عايش في بيت ملك وابغى اتزوج وادخل مع زوجتي على بيت ملك، يعني من كثر ما يقول اني انا مرتاح ماديا. قلت له احكي لي حكايتك، انت كيف اغتنيت؟ قال والله لا اعلم، لا تقول انه مثلا والله اشتغلت في تجاره ونمت، او اني حفرت ارض وطلع لي كنز، لا. قال انا دخلت على برنامج من احد البرامج المشهوره، وبدأت ادخل واعمل فيديوهات وادخل لايفات وانزل مقاطع، وقال الحمد لله صار عندي شعبية كبيرة من الناس، وصارت البرامج هذه بتدفع لي فلوس. تدابير الله، شوفوا تدابير الله. بعدين جاني ناس من برنامج آخر وقالوا لي نبغاك تدخل عندنا ونعطيك، وقال لهم البرنامج الأول أنا حكمل معاه، قال لهم كمل بس تكون عندنا كمان، ودخل وعمل. شوية جاله من حقنا الدعايات، تعال نبغاك تسوي لنا دعاية للمحل، نبغاك تعمل لنا، نبغاك تطلع لنا هذا المنتج، نبغاك. صار رزقه عالي، صار رزقه عالي. فلما سألته قلت له طيب انت كنت متوقع، او انت هل في يوم دعيت الدعاء هذا انه قلت يا رب خليني من المشاهير؟ قال انا كنت اتمنى اني اكون لاعب كرة قدم واكون من المشاهير، وقلت يا رب خليني زي اللاعب الفلاني مشهور وعندي فلوس وعندي سيارة. خلاه مشهور. دعاء يقول دعيته وأنا ماني فاكر متى دعيته. الله ما ينسى، خذوها في بالكم، الله ما ينسى. أي دعوة أنت دعيتها حتى لو في سرك واستجابها الله سبحانه وتعالى تتحقق، راح تتحقق، لكن مع ترتيب الله. الله ما ينسى شيء دعيته ولو بعد حين، ما ينسى. خذها هنا، حطها هنا. عشان كده دائما ربنا، عشان كده سبحان الله، الله قال في القرآن الكريم ادعوني استجب لكم. يا أخي أنت حابب تكون دكتور، حابب تكون مهندس، حابب تكون مشهور، حابب تكون لاعب كرة قدم، حابب تكون طيار، حابب تكون إمام في الحرم، إمام في الحرم، ادعي فقط، ادعي يا جماعة. والله العظيم الدعاء جدا عظيم جدا عظيم يا أخي. أي دعاء أنت بتدعيه لا يجيك في يوم إحباط داخلي إنه هذا الدعاء ما راح يتحقق أو ربنا ما راح يستجيب، لا، ادعي. هذا الشخص صاحبنا اللي أرسل القصة وتكلم قال والله ثم والله ثم والله أنا ما كنت أتوقع أني أنا الآن أطلع من باب بيتي ألاقي الكبار والأطفال يصوروا معايا. قال ما كنت أتوقع أنه يكون عندي حساب بنكي. قال الآن أنا عندي 3 حسابات وكل حساب فيه يكفي 6-7 عوائل. يا الله. قال والله يا أستاذ محمد أنا فعليا ما كنت أتوقع هذا الشيء. قال فقط كنت أدعي. قال ما عندي شيء، كنت أدعي فقط.
قال ما توفقت في وظائف، ما توفقت في أي شيء، لكن الآن أنا أحسن من موظف. أنام وقت ما أنام، أصحى وقت ما أصحى، رزقي تليفوني. يا جماعة الخير، شفتوا الله سبحانه وتعالى كيف لما يجي يعطيك، أنت تدعي الدعوة هذه ويجي يعطيك هو الطريق. لا تنسوا اللي كنت أقول لكم دائما إياه في الفيديوهات، اللهم يسر لي الهدى ويسر الهدى لي. ربنا هداه لطريق إنه يصور وينزل فيديوهات، مع إنه فيديوهاته بيتكلم، يقول أنا بتكلم في فيديوهاتي عن أشياء عادية، والحمد لله انها غير مخله بالاداب او غير مخله بالشريعه او غير مخله ما لها بامور بالسياسيه ولا بشيء. قال فيديوهاتي جدا عاديه. قال الان الناس تتصور معايا، الان انا عندي وعندي وعندي. قال انا كنت انسان معدوم، الان انا انسان مؤثر في مجتمعي، مؤثر في اصحابي وفي حواليني. صرت اقرا كثير، صرت يا جماعة الخير، انتوا فاهمين تدابير الله كيف جات؟ ربنا سبحانه وتعالى يسر، هو اللي ودالي التليفون، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاه يدخل البرنامج، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاه يفتح ويصور الفيديو ويضرب ترند، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاه ينشهر، وربنا سبحانه وتعالى اللي خلى الشركة تيجي توقع معه، اللي خلى أصحاب المحلات والشركات يكلموه عشان يعمل لهم دعايات ويدفعوا له فلوس. الله سبحانه وتعالى دبر له إياها من شخص معدوم إلى شخص مؤثر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شايفين كيف؟ شايفين تدابير الله سبحانه وتعالى؟ ربنا خلقك، صح؟ خلقك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس فيه نفسه. هذا الشخص كان يقول أنا والله جاتني أفكار إني أنا أروح أسرق، ولا إني أنا أتعلم الهكر عشان أدخل على البنوك وآخذ فلوس. في وسواس، في داخل وسواس، لكن الله سبحانه وتعالى لما شاف الإنسان هذا ما هو رايح لطريق الشر، صبر، قاعد كتف حاله، جلس خلاص، ما والله الحرام ما أروح له، والله لو أموت جوع ما أروح للحرام، والله لو أعمل إيش ما أروح للحرام. بدأت تيسير الله. شفتوا؟ مش كل واحد جاع وقال أنا حادخل أسرق، ولا كل واحد جاع قال أنا أروح أشتغل في المخدرات، ولا كل واحد جاع قال أنا والله لا أعمل أي شيء إن شاء الله لو حرام أحط في جيبي بس آكل وأكل أولادي. لا، اصبر، إن اللي خلقك هو كفيل بأن يرزقك. مثل هذا صاحبنا اللي كان شخص معدوم وصار الآن شخص مؤثر. أتمنى إن القصة هذه تكونوا أنتوا استفدتوا منها، لأنه الآن في مجتمعنا كثير شباب بيتجهوا للسوشيال ميديا، بيتجهوا للأشياء هذه، تمام، بس ما بيستخدموها صح. هذا الشخص استخدم فيديوهاته صح، ربنا يسر له، ربنا أعطاله الفكرة إنه إيش تصور وإيش تنشر وإيش تعمل. وصل، أصبح شخص مؤثر، وفوق كده غني. سلام عليكم.